شخص ولا حزب ولا مجموعه يتفضل القضاء موجود قدامه ويحيله بالقضاء. اما اللي يحب يعمل شويه سينما، شويه معناها شو، شويه معناها شويه اكاذيب وشويه ترهات وتفاهات وتشويش، هذه الصناعه نعرفوها ما عندنا فين توصل. العقيلي الطيب وسي العقيلي الطيب هذا هو اختصاصه هو تشويه النهضه وقيادات النهضه، هو والسيد الاخر اللي يشترك معه في اللقب في المجلس الوطني التاسيسي. قل لي سي عامر، هوني السؤال محدد. عبد الحكيم بالحاج رئيس الجماعه الاسلاميه الليبيه، ما تنفيوش الروابط الموجوده بينكم وبينه؟ قلت لك كما ورد في الندوه هو كذيب، والسيد عبد الحميد عبد الحكيم بالحاج هو رجل من مجاهدي ومن قيادات الثوره الليبيه الذين حرروا ليبيا وشعب ليبيا من الاستبداد. والناس اللي شوهوا في عبد الحكيم بالحاج هم ناس كانوا ياكلوا من موائد القذافي من موائد بن علي. وانا نقول لهم شويه معناها ينقصوا شويه من قلة الحياه، ما طالبين منهم شيء، طالبين منهم فقط ينقصوا شويه من قلة الحياه ويحترموا عقول التونسيين. التوانسه عندهم قضايا اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه مهتمين بها، يزيوا نقصوا، يقولوا لهم جاه ربي ينقصوا شويه من الكذب وينقصوا شويه من التشويه وينقصوا شويه من التفاهه، يرتقيوا شويه بمستوى الخطاب. راهو عيب الشيء اللي عملوا فيه، راهم عملوا العار بالشيء بالمنهج اللي عملوا فيه، ماهوش معقول. سي عامر، عبد الحكيم بالحاج تقال انه اطلع في التحضير لاعمال ارهابيه في تونس، تبرؤوه من الارهاب. انا انت طلبتني باش نتحدث على الندوه الصحفيه، موضوعنا مش عبد الحكيم بالحاج الذي احييه واحيي الشعب الليبي والثوره الليبيه. وفيما يتعلق بالندوه انا طلبت من الساده اللي عملوا الندوه باش ينقصوا من قله الاحياء ويحترموا عقول الناس. سي عامر معناتها انت طلبت باش تقول اللي تحب معناها سي عامر. لا انت طلبتني مش انا اللي طلبت. اي معناها طلبناك جاوب على الندوه الصحفيه، جاوب. اي احنا نسالوا في تفاصيل جت في الندوه الصحفيه في علاقه بحركه النهضه. لا انتم طلبتوني، قلت لي انا قلت لك راني مشغول. شكرا ليك سي عامر. يوظف المعلومات اليوم باش يعكسها على الحوار الوطني هي جماعه الجبهه الشعبيه والبعض من الافراد من نداء تونس، وقالوا هو عندنا اجتماع العشيه باش نجلسوا باش نشوفوا. هذا هو موقفهم. لكن زوز اطراف اللي كنا في السابق متخوفين من ان ما عندهاش مصلحه في انجاح الحوار الوطني هي اللي استغلت المعلومات هذه المفبركه باش تبني عليها موقف من الحوار الوطني. ولذلك المساله يعني مبيته او شبه مبيته. نحن على كل ندعو الى التعاقل، ندعو الى الترفع، ندعو الى رفع مستوى الخطاب السياسي الى مستوى يليق بالتونسيين. وانا هاني نشاهد الشعب التونسي اليوم على هذا الكلام الذي قيل بالامس، تو يجي زمان يمر شهر او شهرين او عام ويتاكدون بالحجه الدامغه من كذبه. يجيب الادله. عبد الحكيم بالحاج قائد من قادة الثورة الليبية اليوم الجزائر. لحظة خليني نكمل لك. وقائد من قادة المراجعات في الصف الإسلامي. عنده الكتاب هذا مرجع دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس. وأدعو مستمعيكم اللي ما شافش البيان اللي خرجوا عبد الحكيم بالحاج البارح ماذا بيه يقراه باش يعرف انه الاتهام راهو سهل ولكن الاثبات صعيب. وقت اللي قال انه انصار الشريعه ليس لي بهم علاقه، وانه ابو عيار لم اقابلهم من قبل، وانه الناس هذوما عندي اختلافات معهم ونعتبرهم غالطين، وانه لحظه ولكن ثم اخطاء اخرى. انا بالنسبه لي نعذر الناس اذا كان جهل. سي العقيلي الطيب اذا كان جاهلا بالجماعه الاسلاميه المقاتله وبتفريعات الانتماءات الاسلاميه انا اعذره، ولكن إذا كان متعمدا فهو كاذب ومفتري ومتحيل. لأنه كي بيجي يقول أنه ثم ثالوث فيه حركة النهضة وفيه الجماعة الإسلامية المقاتلة التي لم يعد لها وجود منذ سنوات ومعها أنصار الشريعة، ويشوف أنه في قائمة الاغتيالات ثم قيادات في حركة النهضة، ثم راشد الغنوشي، ثم عامر العريض وغيرهم ممن لم تكشف أسمائهم. نقول له يا سي العقيلي الطيب مكانك ماهوش ندوة صحفية وماهوش بلاتوات التلفزة وما هوش العمل السياسي الرديء بالطريقه هذه، وانا ما بلاصه اخرى ما نحبش نقولها. واضح. الجزائر اليوم تعتبره مصنف ارهابي، متهمته حتى انه زود جماعه اميناس العمليه ذيك انه زودهم بالسلاح. يعني ربما تقرير مخابرات، لانه الجزائر جارتنا مصنفته ارهابي اليوم عبد الحكيم بالحاج. شوف انت يلزمك تتفهم انك وزير في حكومه تونسيه لا يمكن جارة الجزائر
ما يمكن ليش نعلق على ما تقول السلطات الجزائريه. لحظه برك، سواء كانت الامنيه ولا المخابراتيه ولا السياسيه. ولكن انا نقول لك لانك قللت من قيمه المعلومه المخابراتيه اللي قد تكون صحيحه. خليني نقول لك علاقه الجزائر بليبيا علاقه تحكمها اعتبارات لا تحكم علاقه تونس بليبيا ولا علاقه تونس بالجزائر. وانا مشيت مع الشيخ راشد الغنوشي وقابلنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقه قبل الانتخابات لمده فاقت ال5 ساعات، منها ممكن ساعه ونص على ليبيا، ونعرف جيدا تخوفات المشروعه للجزائر من الوضع في ليبيا، ولكن هذا لا يمس في شيء من كل ما قلته لك قبل سؤال. تو نرجع عبد الحكيم بالحاجه، انت قلت لي سيد الوزير قابل مع شخصيات وطنيه وغير غير حركه النهضه، سياسيه وغير سياسيه. يعطينا سامي. لا ما نحبش نعطي سامي، ولكن هذه ما هيش لو كانت معلومات مؤكده ما اختصر علينا الطريق سيد الوزير. شوف يا اخوي نوفل، انا من الذين كي نحب نقول حاجه نقولها تحت الالحاح، لو اردت لقلت، ولكن وانت تفهم علاش. شوف انا مانيش ناطق باسم الاسماء هذه باش نقول لك شكون قابل شكون وقتاش وعلاش. لا باش نفهموا. ولكن انا نقول لك